والنبي قمر يا ولاد، قمر وعسل وعسل وسكر كده. ايش ياكل دي. بطبق بقى الهدوم، قلت لقيت الجاكيت والجرافطه الجمال دول شكلهم حلو عليا، ده انا شيك قوي قوي قوي. يا سلام بقى، ده انا هبقى في الكاجوال قمر يا ولاد. ايه العسل ده، النبي عسل عسل. حلو الجاكيت لايق مع الجرافطه، حاجه كده فاخر بالاخر، فاخر بالاخر. يلا بينا بقى، حطوا لايك للفيديو، يلا نشوف عملنا ايه النهارده واليوم بتاعنا كان عامل ازاي. يلا بينا. والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وحشتوني بقى، قلت اطلع معاكم فيديو سريع كده ان شاء الله قبل ما رمضان بيجي لنا. هو الفيديو ده متسجل قبل رمضان بيجي لنا، كل سنه وانتم طيبين. والله العظيم يعني عايزه اقول لكم انا في رمضان ربنا يعيني ويقويني بقى على الصيام، عشان بجد كوبايه القهوه ديت يعني بتديني طاقه وباور كده، اتعودت عليها. طبعا الناس اللي بتشرب قهوه او بتشرب نسكافيه والحاجات اللي بتصحصح الصبح دي هتعرف اللي انا بقوله. والله يا جماعه بجد الموضوع صعب قوي، ربنا يعيننا ويقوينا وكل سنه وانتم طيبين. طبعا الناس اللي بتقولي انت مش بتظهري كتير، مش بتصوري على اليوتيوب ليه؟ لا بجد والله يا جماعه، يعني افضل منصه فعلا اتعاملت معاها هي كانت اليوتيوب، احسن من منصات كتير تانية بره يعني. فتعالوا بس نبدا الفيديو ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم انا عملت في نفسي هنا بلوه عظيمه، بلوه كبيره جدا يعني. حاولت ان انا افتح مزرعه السعيده او المزرعه الحزينه. وقلت ان انا هجيب بقى شويه فراخ وبط عشان يلحقوا رمضان، وزي ما انتم شايفين يعني باقي على رمضان نعيشنا اهوت حوالي 4 5 ايام. وزي ما انتم شايفين البط والفراخ ما شاء الله، يعني تحسهم ان هم عايزين يترموا في الزباله اساسا يعني. والله العظيم بقى لهم يجي 3 شهور وكنت جايباهم وقلت عشان يلحقوا شهر رمضان وكده. والراجل قاعد يقول لي دي فراخ حلوه، وبط مسكوفي وبط حميلي وبط بغالي وفراخ معرفش بتعمل بتطير. وفي الاخر اهو بقى 5 ايام على رمضان ولحد دلوقتي زي ما انتم شايفين يعني حجمهم عامل ازاي. وعايزه اقول لكم كلوا علف كتير جدا وكلوا حاجات كتير جدا غير التعب بقى والسهر معاهم عشان حتى يشدوا حيلهم كده. وفي الاخر دي كانت النتيجه، داخلين على شهر رمضان والحلوين لسه زي ما هم كتاكيت كده. طب اعمل معاهم ايه دول؟ كلوا اكل يعني بجد، كلوا علف كتير جدا. الحاجه غاليه ما علينا، كل مره اقول مش هربي طيور تاني ما فيش فايده بقى، بحس ان انا بحب الطيور وبحب الخساير، بس ما علينا. يلا بقى نبدا الفيديو ونسمي الله ونخش على المطبخ ونشوف بقيه يومنا. وبقول لكم صباح الخير وعاملين ايه، وحشتونوني قوي، خدت بالكم انتوا وحشتوني قوي. رحت بقى كنت في السوق كده. قلت بقى ايه، بس مش نفس اليوم بتاع التصوير ده بصراحة، كان امبارح بالليل. اصل احنا عندنا بنروح السوق بالليل. بيبقوا بيفرشوا بقى يعني قبلها بيوم، يعني السوق مثلا بيبقى يوم الاربع، فاحنا بنروح يوم التلات بالليل. انا عرفتكم المواعيد بتاعت السوق بتاعتنا إيه. فروحت بقى بالليل وجبت شويه الحاجات اللي كان ينفع تتحط في التلاجة وفي الفريزر، فطبعا حطها على طول. لكن في حاجات عادي كانت تصبر للصبح، فقمت بقى عشان احطها بقى في التلاجة واظبطها وكده. القلل دي فاكرينها، كنت مصوره الفيديو اللي فات كان مع اختي، وكنت جايبه القلل ديت من السوق، كانت واحده ب5 جنيه. لقيت ولادي حاطين فيها قشر برتقان بقى، بتعاملوا معاها على انها ايه باسكت يعني. انا شافوني حطيت ورقه نعناع فيعني فكروا ان هي بتستخدم للكده يعني، ما يعرفوش ان دي كانت اي عروسه كانت زمان ما تتجوز من غير ما تجيب قلل كانت بتبقى مصيبه سودا يعني. دي التلاجة بتاعت زمان. ما علينا، قمت بقى بدأت كده اشوف اللي بيحصل طول الليل. ببص الاقي بقى، بقوم الاقي العيال ما شاء الله ما شاء الله بيحبوا يخترعوا بالليل في المطبخ.
فبقوم الاقي الرخامة دي مليانة كده من خيرات الله، من الزبالة يعني. ما علينا. مسحت بقى الرخامة وظبطتها عشان اجيب الحاجة اللي عايزة تترص بقى من السوق، واشوف هعمل ايه. فكنت جايبه بقى شويه الكوبايات دول، قلت بقى اروق على حالي كده وانعنش نفسيتي، واجيب شويه كوبايات لونها عجبني يعني، بحب اللون الازرق شويه، مياله للون الازرق شويه. فجبت الستة دولت، مش عارفه عاملين حوالي 80 جنيه ولا ايه، فقلت يلا كويسين والله، سعرهم مش غالي يعني. وبرضو الكوبايات ديت تنفع شاي وتنفع عصير. فقلت يعني ايه، الحاجات دي بتنفع في رمضان، مع ان انا عندي تاني يعني حاجات تانية، بس ما ينفعش اطلعها عشان يعني في اطفال وعيال وكده ما يكسروهاش خسارة. لكن الحاجات ديت جايباها من السوق كده ايه عملية. على فكرة البتاعة دي برضو بتاعت اللهم صل على النبي، البتاعة بتاعت البرتقان دي انا ما كنتش هجيبها والله، كنت معترضة عليها جدا، بقول لا مش هجيبها عشان انا عندي يعني بتاعت البرتقان اللي هي الكهرباء. بس اكتشفت ان هي بصراحة عملية جدا جدا يعني، حاجة ب10 جنيه. وكنت مستقلية بيها بقول مش تبقى حلوة، بجد كانت تحفة وعملية جدا، وبتعمل عصير برتقال في ثواني، احسن كمان من العصارة. وقلت برضه اروش نفسي كده شوية معالق صغيرة بايه لزوم القمر الدين يعني. وديت شوية بطرمانات تنفع للشاي تنفع للسكر. كان الراجل بيقول لي التلاتة منها ب10 واللي بمعلقة ب15. قلت له انا اهم حاجة عندي المعلقة، ازاي هات ابو معلقة. فلقيت اسعارهم والله حلوه يعني، فقلت ان انا هجيب بصراحه. يعني سبحان الله بجد، الحاجات في السوق بتبقى حلوه وجميله واسعارها حلوه. يعني غير الهايبر والحاجات الكبيره دي بتبقى نفس الجوده، وفي نفس الوقت تبقى غاليه يعني. لما تروحي تجيبها من كارفور او هايبر او المولات الغاليه دي، تبقى والله نفس جوده البلاستيك برضو، بس بتلاقي اسعارها غاليه. لكن السوق بصراحه ما بيحرمش حد من حاجه. ده كنت جايبه كيلو فول، اللي هو الفول الحراتي او الفول الاخضر ده، عشان يعني قلت ايه اروش بقى على نفسي شويه، انا بحب الفول الاخضر يعني. وهنا برضو شويه بسله. جبت الكيلو ب20 جنيه في البسله ديت، بس حلوه ماليه كده وحلوه، قلت افصها واحطها في الفريزر. يا بنتي اصبري بسجل الفيديو جايلك اهو. شايفين يعني مش عارفه اسجل حتى الصوت. بس يعني وقلت بقى ايه افصص البسله على الفول الحراتي وكده يعني. لا طبعا مش هعمل كده يا جماعه، انا بضحك معاكم. هفصص بقى البسله وهحطها بقى اتخبط، نزلت اجيب الطبق من تحت اتخبط. ما علينا. قلت بقى البسله دي هفصصها واحطها في الفريزر. وبرده ايه جبت شويه طماطم. على ما روحت البيت كنت عامله نصحه وشملوله، روحت البيت لقيتها كانت خلاص داخله على عصير الطماطم يعني. طماطم او بندوره يا جماعه، عشان كده يعني في ناس في دول تانية بره بيقولوا عليها بندوره، يبقوا عارفين انا بقول ايه. وفي ناس عارفه ان المصريين بيقولوا عليها طماطم برضه يعني. بس المهم يعني الراجل اداني كيلو ونص ب10، وروحت البيت حسيت ان هي بقت طريه قوي يعني، مع اني كنت جايباها جامده. المهم شلت بقى البسله على جنب كده، لما افضلها وانا قاعده في الرواقه كده في الشمسيه مع كوبايه شاي هبقى افصصها نعشت. وادي كيلو برضو تفاح كده، قلت اروق بيه على حالي، ما انا لازم اغذي نفسي، احنا داخلين على رمضان والصيام بقى، فلازم الواحد ايه يخزن كده شويه يعني مأكولات كده وفواكه وحاجات وفوسفورات على بروتين على لا كل حاجه يعني، كل حاجه. تشغلوش نفسكم من اللي انا بقوله. ماشي. فبعدين بقى ايه، ايه تاني، اللهم صل على سيدنا محمد. خلصت بقى ورصيت الحاجه اللي انا كنت جايباها من السوق، رصيتها كلها في التلاجة. وبقى شويه الكوبايات على شويه المواعين دول. فقلت بقى ايه اغسلهم بالمره، بدل ما يبقى يتحطوا في الحوض كده مش شايليني همهم. يلا تعالوا اما اغسلكم انتوا كمان. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فالواحد لازم والله يعني يسلي نفسه كده، وطبعا نتشجع وما نقولش بقى ده الدنيا ساقعه ومش هنعمل حاجه، احنا خلاص داخلين على رمضان. تهيالي الجو لطيف كده يعني، ولا ساقعه ولا حاجه. ما تكسليش يعني، ما تكسليش، وقومي كده تشجعي يلا، وظبطي حاجه رمضان كده، وروقي بيتك واستعدي كده، واستقبلي شهر رمضان كده بالنشاط وبالحيويه. وعلى قد ما تقدري بقى يعني شوفي الحاجات الصعبة بالنسبة لك اعمليها من دلوقتي يعني. ابدأي مثلا شوفي عندك مشايات اغسليها، عندك ستاير عايزة تتغسل اغسليها، ممكن هيجيلك ضيوف هيجيلك عزومات. تبقي بس فاضية للأكل، فاضية للتجهيزات الفطار، ما تبقيش بقى ملخومة أو ملهية في ان انا هصحى بقى عايزة اروق وانضف وجاي الناس وجاي العزومات يعني واكل ومش عارف. لا خلي بس ايه يعني، تبقى الترتيبات العادية بتاعت اليوم العادي، وتبقى حاجتك برضو نضيفة، سجاد مشايات ستاير. حاجات دي كلها الاساسيات اعمليها من دلوقتي يعني. قدامك 3 4 ايام اهو حلوين تلحقي تعملي فيهم، بحيث ان انت تبقي صاحيه من النوم هتدوبك هتروقي سراير من على الوش، هتعملي
حاجات من على الوش. تبقى دنيتك جاهزه ان انت خلاص هو المطبخ والاكل وكده يعني، والتروقات الخفيفه بتاعت كل يوم، ويبقى سجادك نضيف وستايرك حلوه وكده يعني. وبخري برضو وفتحي شبابيكك وتشجعي كده وتنشطي واستقبلي رمضان كده بنشاط وبفرحه، وعلقي بقى الزينه يلا كده وفرحي بيتك وولادك ولازم نحس باجواء رمضان يعني يا جماعه، بجد دي سنه برضو حلوه يعني. ما علينا ما علينا. خلصت بقى هنا الحمد لله، وقلت بقى ايه ان انا يعني خلصت كده المطبخ ورصيت حاجتي واكلت فراخي والحمد لله يعني ظبطت حالي. فاخش بقى شويه هدوم جوه عندنا كده ايه، لميتهم من على الحبل عايزين يتظبطوا ويتطبقوا ويخشوا على الدولاب يعني. فقلت اخش اعملهم. ايه اللي حصل لي يا ولاد، انا شرقت حد بيجيب في سيرتي، يا رب اللي يجيب سيرتي يحتر حيرتي. زي ما انتم شايفين بقى كده، يلا بينا نخش نشوف هنعمل ايه في الهدوم، هنطبقها ونرصها. المهم يلا بينا. قبل ما نروح ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو، واللي مش عامل اشتراك للقناه وحابب يعمل اشتراك للقناه يفعل زر الجرس علشان كل لما انزل فيديو ينزل له باشعار جديد. طبعا انا هنا بوريكم ان خلاص فنشت المطبخ وخلصته، هخش بقى على شويه الهدوم اطبقها. عاوزاكم بقى تستنوني ان شاء الله، هنزل فيديوهات حلوه في رمضان ان شاء الله هتعجبكم، مجهزه لكم كذا حاجه كده ان شاء الله في رمضان تعجبكم باذن الله. واوعوا تقولوا تاني بعد كده ان انا ما بنزلش فيديوهات على اليوتيوب، او اليوتيوب منصه، لا بالعكس اليوتيوب افضل منصه عن تجربه يا جماعه انا اشتغلت فيها. طبعا هنا انا لقيت الجاكيت الجميل ده، حاسه ان انا ابقى اموره قوي في الكاجوال على فكره لو لبست كاجوال. فلبست بقى الجاكيت ده، قلت اجربه كده، طلع حلو شيك كده، تحس في قمه الشياكه والله. الواحد زهقان لازم يطلع من الزهق اللي هو فيه باي حاجه يعني. ما علينا، لايك وشير وتمنوا لي من قلبكم كل الخير. هخلص بقى شويه الحاجات اطبقها وارصها وكده. الفيديو بتاعنا بدأ ان هو في الانتهاء، وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد، وفي رمضان باذن الله هنزل فيديوهات حلوه واستنوني ان شاء الله. ويلا لايك وشير وتمنوا لي يا جماعه من قلبكم كل الخير. وطبعا بشكركم كلكم على اشتراكاتكم وعلى كومنتاتكم الجميله، وربنا يسعدكم وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.